السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن سوف نناقش مسألة: لماذا القفطان جزائري وليس مغربي؟ أولا، القفطان ظهر في القفطان النسائي أتحدث، ظهر في القرن الخامس عشر ميلادي، يعني إبان الإيالة العثمانية للجزائريين. الانطلاقة كانت أن امرأة جزائرية أعجبت بهذا اللباس، ومنه صممت أول قفطان جزائري نسائي، يعني أول قفطان في العالم نسائي هو للجزائريات. سوف نقرأ صفحة من كتاب لمؤرخ مغربي يحكي كيف أنه انتقل القفطان من الجزائر إلى المغرب. هذا الكتاب عنوانه الجزائريون في تطوان خلال القرن الثالث عشر هجري والقرن التاسع عشر ميلادي. عنوانه مساهمة في التاريخ الاجتماعي المغربي. وكما تلاحظون مؤرخه هو مؤرخ مغربي اسمه إدريس بوهليلة. في هذه الصفحة نقرأ أنه لما